الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله إخوتي أحبابي مع اللقاء 21 من نصائح عامة في عالم الطبخ. اليوم حبيت أجيب أكلات بسيطة قديمة معروفة كانت سابقا، كان الطفل ياخذها معه لمدرسته بشكل سريع، الوالدة تساوي له السندويشة وتصنع له إياها بشكل سريع لحتى ياخذها معه على مدرسته. رح نبدأ مباشرة وما نستغرب من المكونات. طبعا لا كريسبي ولا في زنجر ولا في أكلات فيها يعني مثل هلأ في الوقت الحاضر شايفين الأكلات الحديثة، أكلات بسيطة جدا. بنبدأ مباشرة مع الأكلة الأولى اللي هي ممكن أنا فتحت الخبزة، جبت سمنة، دهنت هذه السمنة. طبعا إذا ما كان في سمنة ممكن حتى تحط آثار من الماء، ممكن ترش شوية مي حتى إذا ما كانت السمنة موجودة. دهنت هالخبزة هي بقليل من السمنة، جابت سكر، رشت سكر. الآن صارت هذه السندويشة جاهزة لأنه الطفل ياخذها معه على مدرسته. إذن أكلة بسيطة جدا سبحان الله. الأكلة الثانية اللي ممكن تكون كمان بسيطة اللي هي الزيت. أنا ممكن أجيب زيت الزيتون. طبعا أكلات بسيطة جدا ما فيها تعقيد. زيت زيتون، دهنت زيت الزيتون، رشيت شوية كمون فقط، ورشة ملح بسيطة، كم حباية طماطم. الآن صارت السندويشة جاهزة لأني الطفل ياخذها معه على مدرسته. إذن هذه السندويشة الثانية. السندويشة الثالثة هي ببساطة كمان زيت زيتون، إذا شوفوا شلون كان سابقا لا في أكلات معقدة ولا في، الطفل بياخذ سندويشته بسهولة، وممكن حتى يطعم رفيقه منه ورفيقه جيب أكلة مشابهة إلى ياخذ منه، ما في أي مانع. طبعا الزيت حطيته، بعدين بجيب الزعتر اللي ممكن أشرح لكم مكوناته في فترة قادمة. إذن زيت وزعتر فقط، ممكن حتى تتسخن هذه، خلص صارت جاهزة لأن ياخذها الطفل على مدرسته. إذا نشوفوا البساطة في الأمر. هلا ممكن إذا كان في موز أجيب موزة، أقسمها، إذا كان الأمر موجود فهذه أكلة دسمة بالنسبة للطفل، حط موزة وحدة. إذا كان موجود عسل بحط عسل، وإذا كان ما هو موجود عسل ممكن أحط يعني سكر. إذن رشة عسل. إذن الآن صارت السندويشة جاهزة اللي هي موز وعسل. إذن هي السندويشة الرابعة اللي الطفل ممكن ياخذها معه على مدرسته. السندويشة الخامسة واللي ممكن نستغرب اللي هي الزبادي، معلقة زبادي أو لبن نحن بنقول له، وبعدها رشة قليل من السكر، صارت السندويشة جاهزة اللي هي زبادي وسكر. إذن هذه السندويشة الخامسة. السندويشة السادسة هي أيضا زبادي. الطفل بجوز يقول لوالدته إني أنا ما بدي إياها في إلى سكر،
بدي اياها تكون مالحة، فبتحط له زبادي أو لبن، نعناع، زيت زيتون، ورشة ملح بسيطة. هاي السندويشة السادسة اللي ممكن الطفل ياخدها معه. إذا لاحظوا ما في أي تعقيد بالنسبة للأكلات سابقا، ولذلك كان الطفل دائما صحته جيدة. إذا هذه الأكلة هلا حاليا الزبادي مع النعناع. هلا رح ناخد الأكلة اللي بعدها اللي هي الجبنة. طبعا كان سابقا يصنعوا جبنة الشلل، فبإمكانه ياخد سندويشة من جبنة الشلل، هذه أكلات زمان. طبعا رشة نعناع، قليل من زيت الزيتون، وصارت جاهزة السندويشة. ممكن ياخد معها خيارة يلفها وياخدها معه ياكلها السندويشة جبنة مع الخيار. إذا هذه السندويشة السابعة. هلا رح ننتقل للسندويشة الثامنة، واللي هي إذا كانت الوالدة مساوية معقود أو نحن بنقول له مربى، فمربى المشمش، مربى الورد، مربى الكرز. طبعا الوالدة صنعت هالمربيات هي، فبتكون كمان سندويشة دسمة للطفل. ورح تجي الجبنة المبشورة عليها، وهيك السندويشة صارت جاهزة اللي هي مربى وجبنة، وراح ياخدها الطفل كمان وهو سعيد اني اليوم اكلته مربى وجبنة. اخر اكلتين اللي هن ماء الطماطم. ماء الطماطم شوفوا شلون كمان كان سابقا يشتغلوه في البيت، يجيبوا الطماطم ينشفوه على الاسطحة. طبعا زيت زيتون كمان، شوية نعناع، وشوية كمون. هذه سندويشة جاهزة أيضا للطفل لحتى ياخدها على مدرسته. أخيرا هي سندويشة الخضار، اللي تعد سندويشة دسمة لأنه فيها أنواع كتير من الخضروات. حطيت ماء الطماطم، حطيت طماطم مقطعة، هي من الجوع، حطيت طماطم مقطعة أيضا، خيار مقطع، خس أو رشاد أو هندبة، بقدونس أو نعناع أخضر. بعدها شوية زيت زيتون، شوية كمون،
وهيك السندويشة أيضا صارت جاهزة. إذن هي 11 نوع من الأكلات اللي كانت سابقا معروفة من 30-40 سنة، الطفل كان ياخدها مثل ما لكم ملاحظين، ما في أي تعقيد، ما في أي يعني مكونات كثيرة حتى الطفل إذا تناول ينأذى. لاحظوا شلون كان الطفل ياخدها وهو مسرور. أتمنى أنه نكون قدمنا نصيحة للأهل اللي عندهم أطفال بيحبوا يربوهم ويطعمون بطريقة صحيحة وصحية. نلتقي إن شاء الله على طاعة الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله.